أو حراك الكويت دولة مدنية ديمقراطية. هذا الشيء بدأ مع جمعيات النفع العام كلها في شهر أبريل. كان في بيان نزل في الصحافة بهذا المعنى، الكويت دولة مدنية ديمقراطية، وكان رد على في فترة من الفترات إذا تذكرون كان في توجه لتغيير المادة الثانية من الدستور الكويتي، وكان في أيضا تغيير للمادة 79 واللي كلها تمس الكويت دولة مدنية. الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية دعت إلى اجتماع جميع جمعيات النفع العام، أولاً لنشر البيان في الصحافة، وكان في أوائل أبريل، 2 من أبريل اللي فات، والبيان وقعوا عليه تقريباً 33 جمعية. دعينا إلى اجتماع وحضروا في حدود 35 نفر من 27 جمعية نفع عام. طبعاً جمعيتكم ما قصرت، كانت من الداعمين لهذه الحركة. سوينا عدة اجتماعات للمجموعة الكبيرة، وهني نسميها المجموعة اللي هي مجموعة جمعيات النفع العام. صار في على الأقل 3 اجتماعات موسعة. من الاجتماع الأول ثم الثاني صار في اختيار لمجموعة عمل سميناها اللجنة التنفيذية، شاركت فيها حوالي 11 جمعية. بعدين اللجنة التنفيذية هذه اجتمعت من شهر 5 إلى الآن تقريباً 12 إلى 13 مرة، وكانت دائماً ترجع للمجموعة الأكبر. وخلال الاجتماعات مع المجموعة الكبيرة حددنا عدة أهداف للحراك. ما هو الكويت دولة مدنية ديمقراطية؟ قلنا أهم أهداف الحراك هي 3: المحافظة على الدستور والقوانين المدنية النافذة والحريات العامة، تعزيز مفاهيم المواطنة والديمقراطية، والتوعية بالحقوق والواجبات. احنا كثير نتكلم عن الحقوق وننسى الواجبات، وهذا الباب الثالث من الدستور. احنا دائما نحب ندعو ان المجتمع المدني يقوم في دوره في البلد بتاعنا. المجتمع المدني اذا تحرك ممكن ان يمثل قوه ضاغطه ان كان على الحكومه او على الجهه التشريعيه. والمجتمع المدني يتكون من جمعيات، احنا منها الجمعيه الثقافيه النسائيه، جمعيه الفنون التشكيليه وغيرها. فاليوم كان الهدف هو الاجتماع مع اعضاء مجلس الاداره، وان نتكلم في هذا، يعني جمعيه الفنون التشكيليه ايش تقدر تسوي في هذا الحراك؟ ايش تقدر تسوي الجمعيه من خلال طبيعه عملها، من خلال اهدافها، انها تحقق واحد من الاهداف اللي ذكرتهم. طبيعي هذا يعني الورقه اللي انا قاعده اقرا منها احنا بعثناها لكم هني وبعثناها لمجلس الاداره، فالحين احنا تاركين هذه بين ايديكم ونحب نسمع اقتراحاتكم. بس ما قصر المجلس والاخ عبد الرسول، فهو دعانا اليوم في وجودكم وكلكم ان نشارككم اجتماعكم وانطلاقه موسمكم لهذا العام، وتكونون كلكم بالصوره للي احنا نبي نسويه. طبيعي ان اللجنه التنفيذيه ايضا مستعده انها تساعد الجمعيات النفع العام، واليوم احنا وياكم هني نقدر ان احنا نساعدكم مثلا اذا في اي نشاط، في نشر والاعلام عن هذا النشاط، في محاوله ان نلقى متطوعين اخرين يساعدونكم في النشاط اذا في قله متطوعين عندكم بالجمعيه. الاخ عبد الرسول عرفنا بالاسم، بس اريد اكد احنا اعضاء اللجنه التنفيذيه. قادة الغانم من مجموعه صوت الكويت، وهي عضو في مجلس اداره الجمعيه الثقافيه الاجتماعيه النسائيه. انا عضو في
الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، والأخ المنبر الديمقراطي. احنا الجمعيات النقل العام نشتغل مع التيارات السياسية، والتيارات السياسية عندنا التوجه انها تشتغل كلهم الثلاثة مع بعض يعني. فاحنا نقول في هذا العمل في حراك الكويت دولة مدنية ديمقراطية يكون العمل والريادة لجمعيات النقل العام والتيارات السياسية تدعمنا ان شاء الله. فاذا في اي سؤال اي استفسار او اذا زملائي يزيدون اي شيء انا نسيته. انا بس حبيت اقول ان يعني احنا طبيعه العمل بعد ما قعدنا 3 اجتماعات مثل ما قال الدكتور سؤال، ارتئينا ان تصير اللجنه التنفيذيه على اساس يصير عددها محدود، ممكن تطلع في تصور اكثر من يعني عمليه اكثر من العدد الكبير. وارتئينا ان نروح لكل جمعيه على حده، لان نجمعهم في موعد واحد كل من ما راح يقدر، المواعيد ما راح تضبط مع بعض، فقلنا نروح للجمعيه الجمعيه ونتناقش معها بالاهداف اللي حطيناها وبامكانيات اللي هم ممكن يقدرون يساعدون فيها. وبعد هذه الخطوه اللي نكمل 30 جمعيه نقعد كلجنه تنفيذيه نشوف نتائج اللقاءات هذه ونطلع بتصور كامل على الحمله هذه ونرجع نطرحها عليكم. وبس نبي نوضح ان يعني هي مو حمله آنية او ردة فعل لشيء معين، احنا نبيها بدايه لاستمراريه، فيمكن يكون ان يعني نتائجها او يعني اللي يطلع منها ما يكون له بعد سنه او سنتين او شيء كذي، لان احنا نبي نأسس العلاقه بين جمعيات النفع العام عشان يكون لها تأثير في اي حراك او اي شيء، لان عندنا اعتقاد ان الدوله مكونه من 3 سلطات والمجتمع المدني هو السلطه الرابعه اللي ممكن يكون لها تاثير فاعل بالمجتمع وبالحراك، سواء الحراك السياسي او الحراك الاجتماعي. فكانت هذه نظرتنا للاهداف اللي حطيناها، وهذه اللي راح يكون الخطوات اللي راح نبدي فيها العمل يعني. واحنا بدينا من امس في بداية الجمعيات وانتم ثالث جمعية نلتقي فيها، وباقي الباقيين فالجمعيات الباقية، فعلى ضوء اللقاء كله راح نرجع لكم في التصور الشامل اللي نطلع منه. لا ما عندي شيء والله، ما عندي شيء. في أحد عنده سؤال؟